فرح كروان مشاكل باظ لدرجه ان الشرطه جت بنفسها علشان تفض الزحمه اللي انت شفتها دي. اهل العروسه كانوا على الارض، اهل العريس كانوا على الارض من كتر الزحمه والتدافع. الباب بتاع القاعه اتدغدغ، العربيات اللي كانت جايه تزف بما فيها عربيته اتحدف عليها شماريخ. ولكن سيبك بقى من اي حاجه، تتفق او تختلف معاه، شايف ان هو بيعمل ترند ما بيعملش ترند، يصعب عليك اللي حصل ده كله. ولكن تلوم على مين هنا اكتر؟ تلوم على الناس اللي المفروض يكون بني ادم ناضج واعي كبير ويتصدر في الهيافه. ازاي؟ يعني انا ابقى عارف مثلا مكان قاعه بتاعت حد او مكان واحد بيعمل فيديوهات او ايا كان، اخد بالي كده وبعضي واطلع اجري عشان اروح اتصور ولا اروح اصور واتفرج. هو احنا الهوس بالسوشيال ميديا وصلنا دلوقتي ان احنا ما بقيناش نحترم اي حاجه؟ يعني بقينا خلاص دماغنا فاضيه؟ يا راجل ده زمان لما كان الواحد يقول ايه، انا اروح اتفرج على الماتش في الاستاد، كانت الناس تقول له ايه الهيافه اللي انت فيها دي؟ ايه الهيافه اللي انت فيها؟ ما تقعد تتفرج في البيت طول ما هو موجود. لكن تروح بنفسك عشان تتفرج ليه؟ كان يقول لك عشان اشوف اللعيبه تحت في الملعب. كان يقولوا ايه اللي انت بتفكر فيه ده؟ وده كان مجرد واحد رايح يتفرج على رياضه. ما بالك دلوقتي بقينا ايه؟ دلوقتي لو في جنازه بتاعت فنان، الناس بتجري عشان تروح تتفرج عليها. ومش كل الناس، بتكلم على المتصدرين في الهيافه. دلوقتي لو فرح بتاع واحد بيعمل فيديوهات، واحد بيطلع يعمل اي كلام، واحد بيعمل اي حاجه، ياخدوا تليفوناتهم ويطلعوا جري على المكان. وتلوم على مين برضه؟ تلوم ان هو يبقى انسان كبير، انسان واعي، انسان ناضج، ويروح ويجري عشان يتفرج على فرح كروان. اقسم بالله شفتها بعيني الناس دي. ناس تقول لك بقول لك ايه، تعالى نجري عشان نروح فرح كروان، تعالى نروح هناك عشان نتصور مع الناس اللي هناك. انتوا مدركين انتوا بتتكلموا في ايه؟ يعني هل انتوا واعيين انتوا بتتكلموا في ايه يا جماعه؟ هل واعيين احنا بقينا نتصدر في ايه دلوقتي؟ بقينا نحب ايه ونروح لايه؟ احنا بقينا خلاص، احنا رحنا لحته وحشه جدا، رحنا لحته صعبه. لا بنراعي فرح، لا بنراعي جنازه، لا بنراعي واحد في مشكله، واحد في قضيه، واحد في ازمه. ما بنراعيش كل ده. كل اللي يهمنا ناخد التليفون، نصور اللي بيحصل، ننزله، نجيب تفاعل، صفحتنا تكبر. هو ده اللي احنا فرحين فيه. كل واحد دلوقتي بقى همه ان هو يروح يصور ويكبر صفحته وبتاع وناخد اللقطه وتمام على كده. هل ده صح؟ لا طبعا مش صح. ليه؟ لان انت مع الوقت هتعرف ان انت ضيعت عمرك هدر، ضيعت حياتك كلها في ولا حاجه. احنا لو بنعمل فيديوهات فاحنا المفروض بنعملها هوايه، نقول فيها معلومه تفيد الناس، نحاول نفيد الناس بمعلومه جديده. لكن ان انا اطلع واروح واخد كاميرا واجري عشان اروح اتصور مع واحد بيعمل فيديوهات، ولا واحد بيطلع يرقص على التيك توك، ولا واحد معرفش بيعمل ايه، واحنا ايه اللي احنا وصلنا له ده؟ ايه اللي احنا وصلنا له ده؟ سيبك بقى من اي حاجه. كروان ده يصعب عليك، يصعب عليك ليه؟ لانه واحد هو فجأة لقى ان هي دي الفرصة او السبيل الوحيد اللي يوصله للناس، ان هو يبقى معاه فلوس من الاخر ياكل عيش. ممكن حد مسوحه، ممكن حد قال له اطلع اعمل كذا واعمل كذا وكذا. لكن انت ليه بقى توصله للمرحلة دي؟ ما يمكن هو كان فعلا بيتجوز بجد، بس من ضمن الجواز ده مثلا ترند معين هياخد منه فلوس يصرف بيه على نفسه مثلا. الناس يا جماعة بقت بتفكر تفكير غريب، ان هو يروح عشان يتصور مع اللي بيعمل فيديوهات واللي بيرقص واللي بيعمل. ليه؟ استقيموا استقيموا يرحمكم الله.